الخرطه مسخوط الوالدين اللي غيبغي يضرب حانوت ديال الذهب 600 مليون 8 كيلو ديال الذهب دبليج نطاح دبليج. هاد الخرطه بغى يسكن في البيت اللي كاين فوق من المحل ديال الذهب ويتقب الضاله من الفوق ويهود يسرق هذاك الذهب اللي كاين في هذاك المحل. قال مع راسو نضربوها 8 كيلو ديال الذهب ونطالبوا ربي يعفو علينا. واقعه ما يمكنش تخيل باش غتسالي. كيقول بلي الدوله ما عطاتنيش والدري مبلي بالبيضه والجيب خاوي. اش غيدير هاد الخرطه؟ ما غيبداهاش درجه بدرجه تيدير الفلوس. غيبغي يجي من الاول وينقص فوق السطح. ما بين ليله ونهار بغى يصبح الرونج واقف على الباب. ماشي عيب دير الفلوس وليني ما ديرهاش من العرق ديال واحد اخر. الخرطه غيبغي يدير فيلم هوليودي في الواقع، ولكن واش غتصدق ليه بالفعل وغيتقب الضاله من الفوق وغيهود يسرق الذهب اللي كاين في المحل؟ اولا الخطه عندو ما غتنجحش. الدري كان مقطع الوراق وانت كتقول لي نمشيو هك وهو كيقول لك لا غنمشيو هك. وراكم عارفين دوك الدراري اللي كيكون الحبس هارب منهم وهما كيقلبوا عليه. هاد الخرطه واحد من هذوك الدراري 600 مليون فلوس كحله. الخرطه قال لهذاك صاحبو الا ضربنا الضربه ديالنا وصدقته باي باي الفقر. 8 كيلو ديال الذهب اللي كتساوي 600 مليون تقريبا. الخرطه الا صدقت لي الضربه ما غيبقاش يرضى يهضر مع بنادم. اسيدي نديرو تقاب هذاك البيت اللي ساكن فيه وهود المحل ديال الذهب وشفر هذيك 8 كيلو ديال الذهب. اشكون هذا اللي غيشري من عنده 8 كيلو ديال الذهب وغيعطيه 600 مليون كاش؟ البعلوك غيدير واحد الخطه الشيطان ما طاحتش عليه وغيدير ستيلو ورقه وغيضرب الحساب لكل شيء ودار في راسو الخطه اللي غيبيع بها الذهب قبل ما يشفروا. يعني هاد الخرطه اللي كنهضروا عليه دابا كان طاح الحرفه من المزيان. ولين البوليس قالوا لي الا انت كنتي طاح الحرفه احنا طحنا شحال هادي قبل منك. او كما كيقول المثال اللي كانت المعزه في الجبال كتحطها في الوطا. وقبل ما نكملوا هاد القصه ما فيها باس درت واحد لايك ومن يسالوا القصه بارطاجها مع صحابك. عثمان وحد الدري ملقبينه في هذاك الدرب بالخرطه. هاد الخرطه كان خفيف شويه وكان عندهم هذيك العيبه ديال خفن زربن اغفل طارت عينك. هاد الخرطه كان شبعان المشاكل او من داك النوع اللي كيقلب على الحبس في مكان وديما كان داير الوالدين البلباله باش يصيفطوا للغربه وكيبات يحلم بالغربه وباغي يمشي لاوروبا. ولين البساخيط اللي بحال هاد الخرطه واخا يمشيو لاوروبا كيمشيو يقلبوا غير على الحبس. الوالدين ديال هاد الخرطه كان ما في حالهمش وعايشين على قد الحال. ولين عندهم هاد مسخوط الوالدين ديال الخرطه كان خف من رزقه ولا ما دبروش ليه على الفلوس باش يصيفطوا للغربه غيقلب لهم الدار سفاهه على علاه. الوالد عنده ديك الساعه غتشوف تتعيا وغتمشي تسلف ليه الفلوس باش يركب في الفلوكه ويغبر ليه الشقاف من هذاك الدرب. الخرطه دبر على 3 مليون تسلفتها ليمو ومشى عند واحد السمسار كان عندهم في هذاك الدرب. قال لي السمسار عطيني غير 3 مليون وما تعرف راسك كدور غير 11 بالراس بحال شي قاوري. هذيك الساعه الخرطه غير رجع عند الوالده عنده او قال لها الوالده تهلاي لي في راسك. من هنا لواحد عامين غيرجع واحد اخر غيدير مع السمسار نهار الحد مع 4 ديال الصباح غيشدوا الطريق وغيوصل بالفعل نهار المعلوم. الخرطه غيجمع حوايجه في الصاك وغيمشي للبلاصه اللي قال لي السمسار يجي ليها. ركبوا هذيك الساعه في الفلوكه وبدات كتخيط في المواج. غيتكرفسوا شويه وسط البحر ولكن غيوصلوا للصباليون وهبطوا هذيك الساعه تالفين وسط من المدينه. الخرطه وصحابه ما عارفين حتى حرف وما عندهمش اللغه يهضروا بها. غيبقاو كيتساقروا مع بعضهم في هذيك المدينه. العشرين ديال الخرطه هذيك الساعه مشاو كيدبروا على راسهم في شي خدمه في العذاب عابين ما داروا بلاصتهم. ولين السبيع ديال الخرطه قال لهم لا انا ما جيتش هنايا الصباليون باش نضرب العذاب انا جيت باش ندير العاقه. وكان كيصحاب لي باللي اوروبا فيها الفلوس غير مشات في الشارع غيمشي يجمع ويجي. السي الخرطه ملي بدا كيدور في هذوك الشوارع ديال المدينه بحال بغى يدير بلاصتو من النهار الاول. المهم غيضرب دويره في هذاك السيكتور اللي كان فيه وكان كيبات غير في الزنقه يوميا. السي الخرطه غيبدا كيدخل مع الجوع وغيولي بالي حل واحد هو يقلب طلبه في هذاك الشارع. واحد شويه وهو يبدا كيفكر مع راسو وقال مع راسو ويلي انا جيت الصباليون باش نقلبها طلبه ولا كيفاش؟ ما يمكنش. غيشوف تاعيا وغيقلبها كريساج في الصباليون. اتلاقى مع شي دراري كانوا ولاد تما وكانوا كيطيروا التليفونات والسيكال لعباد الله. اجى عندهم السي الخرطه وقال لهم نتوما ما كتعرفوا والو وراهم طرق جداد كيفاش يطيروا السيكال لبنادم. او من الزهر اللي كان عدد الخرطه الشفره الاولى اللي غيدير غيقاقبوا عليه صحاب الصمته البيضاء وقالوا ليه طلع غيدوا للكوميساريه ديال تما وغيجي عنده واحد الكوميسير تما غيبدا كيسول فيه. قال لي علاش جابوك؟ الخرطه كانف وما عارف والو وما كيعرفش يهضر. اسكت تاعيا وهو يقول ليه قالوا لينا طلعنا. او من بعد التحقيقات اللي غيديروا معاه غيضربوا مسخوط الوالدين بعامين تاع الحبس. التهمه ديالو هو انه كان داير عصابه وكيكريسيو بنادم وكان كيصحاب ليه باللي ملي غيضرب هذيك عامين ويخرج من الحبس غيبقى غير تما. ولكن ملي كملت المده ديالو تمو جايين مخرجينو كيبانوا ليه واحد جوج ملقين ليه غيطلعوه في الطوموبيل وغيهبطوه في المطار. هذيك الساعه الخرطه غيعرف راسو باللي غيردوه للبلاد اللي جا منها. الفرق اللي كاين هو انه المره الاولى جا في البحر وهاد المره غيردوه في السماء. الخرطه غيرجعوه للبلاد. جا للدار ديالو وبدا كيدق. اخرج الوليد مع ديك 12 ديال الليل تقريبا حل عليه الباب. كيبان ليه الخرطه واقف قدام الباب. قال لي الوليد عدو ويلي انت كيفاش صار
ردوك. الخرطه ديك الساعه قال الوالد عدو ركبونا في الطياره وحطونا هنا ما عندنا ما نديرو. غتفيق هذيك الساعه الوالده عدو غيبان لها الخرطه واقف قدامها. غتقول لي علاش ردوك؟ قال لها عاش شدونا ورجعونا وصافي. المهم اللي وقع والخرطه رجع للدار عندهم وغيصبح هذاك الصباح وغيخرج للدرب عندهم عاوتاني. البلباله والروينه غتنوض في هذاك الدرب عاوتاني كما الاول. واللي فيه شي فيس عمرو ما يحيد منه. غيولي كل مره داخل خارج من الحبس. غيدخل الحبس شي 6 مرات وغيخرجوه. هذيك الساعه والديه غيطبقوا المثال ديال الا بغى يدير عقله خاصو يزوجوه وغيدبروا ليه فواحد بنت الناس غيتزوج بها. الخرطه ديك الساعه غيتثبت واحد شويه وغيدير عقله وغيولي خدام وعايش بخير هو والمراه عندو. وليني كما قلت لكم في الاول اللي فيه شي فيس عمرو ما يحيد منه. واحد نهار الخرطه دايز من حدا واحد الدرب تغيبان ليه واحد الحانوت ديال واحد الذهبي كيبان ليه الذهب صفر. الخرطه ديك الساعه غيبدا كيرجع في السين حتى اللور وغيدخل لهداك الحانوت ديال الذهب غيبدا يسول في داك الذهبي على الذهب شحال داير وكيسول فيه على شي خواتم. وفي نفس الوقت كيدور في عينيه الا بانوا ليه شي كاميرات في داك الحانوت. غيبان ليه بلي الحانوت ما فيه حتى كاميرا وقال مع راسو هذه هي الضربه ديالي. ولكن هذيك الساعه غيفكر بلي خاصو شي واحد اللي يعاونو في هذه العمليه اللي غيدير. ما غيتفكر غير واحد الواحد كان معاه في الكرياج. واحد صاحبو خرج هو وياه في الشده الاخره اللي كان مشدود فيها. صونا ليه ديك الساعه وقال لي الو ياسين جي عندي القهوه الفلانيه باغي نهضر معاك. جا عندو ديك الساعه ياسين القهوه قال لي اش كاين؟ هو يقول لي الخرطه كاين واحد المحل ديال الذهب مشارجي ذهب وضربته ساهله. وقال لي الخرطه الا مشينا تضربنا الضربه ديال الذهب باي باي الفقر ابو ياسين. قال لي ياسين ديك الساعه يلا نمشيو نشوفوا هذا المحل كي داير. مشاو لهاديك الزنقه اللي كاين في هذاك المحل وبات لهم بلي الزنقه عامره بنادم الشي غادي والشي جاي. هو يقول لي ياسين كيفاش غنفرقوا هاد القفل وبنادم غادي جاي؟ هذيك الساعه الخرطه جر هذاك ياسين صاحبه وطلعوا له واحد البيت كاين فوق من هذاك المحل ديال الذهب وقال لي هاد البيوت اللي كتشوف فيهم هنا كاملين مولاهم كيكريهم وحنايا غنكريو هاد البيت اللي كاين فوق من المحل ديال الذهب وغنتقبوا الضاله وغنهودوا من الفوق. وبداو هذيك الساعه كيبلانيو مع راسهم. هذاك الذهبي كان كيسد مع 6 ديال العشيه وكيحل في الغد ليه مع 10 ديال الصباح. الخرطه وصاحبه ديك الساعه اشراو الماتيريال اللي غيخدموا به واحد ليمون وجوج مطرقات وجبيرانات. وفي الغد ليه جاو مع 12 ديال الليل تقريبا وجابوا الدوزان ديالهم وحطوه في هذاك البيت. بغاو يبداو الحفير في هذيك الليله ولين البيوت اللي كانوا طايرين بهم حتى هما كانوا عامرين كرايه. وما يمكنش الخرطه وصاحبه ياسين يخدموا ليمون مع 12 ديال الليل وفكروا ديك الساعه مع راسهم باللي خاص يخووا دوك البيوت ديال الكرايه عادي يبداو الخدمه ديالهم وغيتسناو سيمانه تقريبا حتى غيجي واحد النهار بالسبت. الكرايه اللي كاينين دوك البيوت اللي كاينين حدا الخرطه حتى واحد فيهم ما غيجي وغيجي الخرطه وصاحبه ديك الليله غيبداو في الخدمه ديالهم مع الوحده ديال الليل تقريبا. غيسدوا الباب ديال البيت وغيديروا عليه المخاد باش ما يخرجش لهم الصوت. ولكن واخا يديروا دوك المخاد على الباب الصوت ديال الليمون غيبقى كيتسمع. ولكن واخا بقى الصوت ديال الليمون كيتسمع القضيه عندهم غدوز سالمه وغيتقبوا ديك الضاله وغيهودوا للمحل ديال الذهب. غيعمروا واحد الصاك كانوا مهبطينه معاهم غيطلعوا 8 كيلو ديال الذهب من هذاك الحانوت اللي كتساوي تقريبا شي 600 مليون. وفي الغد لي غيجي مول المحل مع 10 ديال الصباح تقريبا غيحل المحل ديالو. ملي غيجور الباب غتبان ليه الضاله متقوبه وغيبان ليه البلاكارات ديال الذهب كاملين خاويين. مول المحل هذيك الساعه غيعرف راسو بلي تسرق وغيطيح هذيك هي طيحته. غيهزو يدو للسبيطار وغيجيو البوليس هذيك الساعه للبلاصه غيبداو كيديروا في التحقيقات ديالهم وغيلقاو شي بصمات في داك الحانوت ديال من هاد البصمات ديال الخرطه وصاحبه ياسين اللي كانوا فايت مشدودين في الحبس. البوليس هذيك الساعه ما غيمشيوش يشدوا الخرطه وصاحبه غيبقاو غير تابعينهم وغيعرفون فين كيمشيو. وغيبان لهم بلي الخرطه كيدخل لواحد الدار ماشي ديالو ولا كيجي لها ديما في الليل وكيدخل لها وغيتسناو حتى غيجي مع داك ياسين صاحبه لهاديك الدار. وغيجي واحد النهار بالخميس مع 12 ديال الليل تقريبا غيطلع الخرطه وياسين لهاديك الدار. هذيك الساعه غيدخلوا عليهم بوليس تما وغيبان لهم الصاك كحل باقي محطوط عامر ذهب وكان ناوي الخرطه وصاحبه ديك الليله يقسموا في هذاك الذهب اللي سرقوا. غيدوا الخرطه وصاحبه ديك الساعه للتحقيق وغيقر لهم الخرطه بكل شيء وقال لهم بلي هما اللي تاقبوا ديك الضاله وهودوا سرقوا هذاك المحل ديال الذهب. هذيك الساعه غيردوا داك الصاك ديال الذهب لمولاه والسي الخرطه وياسين صاحبه غيردوا من الكرياج اللي كانوا فيه. وبيني وبينكم عمر مسخوط الوالدين ما يطفروا. ونتمنى اي واحد وصلت لهنا يخلي واحد لايك وشي تعليق لتحت.